أكذب بيت شعر وأصدقه في آن واحد. للشاعر المتنبي: بعيني رأيت الذئب يحلب النملة ويشرب منها رأبا وحليبا. يقول المتنبي: أما من حيث أكذب بيت شعر لأن الذئب لا يعرف كيفية الحليب، وأصلا النملة ليست حلوب. وأما أنه أصدق بيت شعر فيقول المتنبي: كنت مارا في أحد أسواق الكوفة بجوار امرأة فقيرة تبيع السمك، فجاءها غني فاحش الغنى متكبر فسألها: بكم رطل السمك؟ فقالت: ب5 دراهم يا سيدي. فقال الغني: بل بدرهم. فقالت: يا سيدي، السمك ليس لي، وأنا لا أستطيع أن أبيعك إلا ب5 دراهم 10 أرطال. وفرحت المرأة وظنت أنه سيعطيها 50 درهما، ولما أعطته السمك أخذه ورمى لها ب10 دراهم وانصرف. فنادته المرأة: يا سيدي يا سيدي، وهي تبكي، فلم يرد عليها. فناديته أنا أيضا فلم يرد علي، فلذلك قلت هذا بيت الشعر. فقصدت الذئب وهو الغني، وأما النملة فهي بائعة السمك الفقيرة. وما أجملها من صورة شعرية، وما أبشعها بعصرنا هذا. بعيني رأيت الذئب يحلب النملة ويشرب منها رأبا وحليبا.